السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في قناتي وقناتكم دائما شيوات وصفات بالخميرة البلدية. إن شاء الله كما العادة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاد النهار إن شاء الله كما شفتوا في العنوان عندنا الحريرة المغربية بالخميرة البلدية. كتجي لذيذة وصحية، وغنطيبوها في هاد الآنية ديال الفخار كما شفتوا إن شاء الله. كيعطي واحد اللذة خاصة، لا هو ديك الخميرة البلدية خاصة للحريرة. غتجربوها تعجبكم إن شاء الله، تنال الإعجاب ديالكم. هنا على بركة الله غادي ندوزو للمقادير. كما كتشوفوا عندي هنا المقادير كاملة ديال الحريرة. إن شاء الله غادي نبداو بالحمص. الحمص هنا عندي مرقد من ليلة قبل ومفسخ باش يطيب لي دغيا، لأنني غنستعمل هاد الآنية د الفخار. وعندي نص قبطة ديال القزبور ونص قبطة ديال الكرافس، وعندي مطيشه هنايا مطيبه ومطحونه. ضروري هاد العمليه كتجيب الحريره زوينه. عندي شي نص كيلو قسمه على النص، نص نستعملو دابا ونص نستعملو من بعد. وعندي معلقه د الخرقوم، معلقه د سكينجبير، معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه ديال عامره صغيره ديال القرفه. القرفه كتجي زوينه في الحريره، جربوها. اللي ما كيستعملهاش راه غادي تعطيك واحد اللذه مختلفه. وعندي بصله محكوكه في الحكاكه الغليظه، وعندي اللحم على حسب الانسان، كل واحد شنو بغى هذا مستطاع. عندي واحد المعلقه ديال الهريسه اللي كنت صوبت معاهم صوبت معكم داك النهار بلا الثومه. وهنا عندي اللوز. هذا هو الاختلاف اللي كيجيب لنا الحريره ديالنا ملكيه وشي حاجه مختلفه ماشي من العاده. كيكون عندي مرقد ليله كامله. انا رقدته ليله كامله وسلقته مزيان، لان راه كيهز الطياب. اللوز كيهز الطياب. هو الحمص كيطيب قبل منه، ولهذا خصو من الاحسن نطلقوه مزيان. لانني غادي نطيب في هاد الانيه د الفخار، ماشي طنجره الضغط، يعني يخدم معايا الطياب. وهنايا غادي ندير غير البصله واللحم، وغادي نديهم يتشحروا لي مزيان تيتبخر منهم داك، لان البصله داك الماء ديالها كيمر لنا الحريره. خصنا نشفو لا هو ولا اللحم تا هو نشفو من داك الدم ديالو باش كيطلقوا لنا ديك البنه. وغادي نزيد معاهم هنا غير هذا راس معلقه ديال السمن. السمن من الاحسن انا كنستعملو في الاول، الا لاحظتوا معايا حتى في الطريقه ديال الطعام كنستعملو من الاول، لان ملي كنخليوه حتى للتالي كيخلي لنا واحد المذاق مجهد في الماكله. والاكثريه ما كيعجبهمش داك المذاق ديال، انا منهم ما كيعجبنيش داك المذاق ديال السمن في التالي في الماكله. كيعطي واحد المذاق واحد المذاق مجهد في الماكله. ومن الاحسن انا كنديرو من الاول ما كيبانش وكيعطي المذاق. هنايا ديت داك اللحم وداك البصله تتشحروا لي ونشفوا لي من الماء وداك السمن. هنا دابا غادي نزيد الحمص وغنزيد هاد اللوز. زيدوه من الاول، اللوز راه كيهز الطياب. وغنزيد هاد المعلقه ديال الهريسه، ما تخافوش منها، لان انا راه ما كنستعملش كما قلت لكم في الفيديوهات الفايتين، ما كنستعملش الابزار. الفلفل الاسود ما كنستعملوش، كنعوضو بهاد الهريسه، وكتعطي واحد المذاق رائع للماكله. وهنايا المطيشه اللي قلت لكم عندي نص كيلو اللي سلقتها وطحنتها وصفيتها، درت النص وغادي نخلي النص حتى من بعد. وحتى كذلك الربيع درت غير النص ونخلي النص حتى تطيب لنا الحريره، عاد كنضيفوه وصافي. دابا غادي ضروري وغنزيد التوابل، دوك التوابل اللي ذكرنا. وهاد المرحله صافي غادي نزيدو الماء طيب، لان ما صافي ما غاديش نعاودو نشحرو ولا شي حاجه. غنزيدو الماء، غادي يكون ضروري الماء يكون غليان كما كنقولها لكم دائما. الا بغينا الماكله ديالنا تجينا بنينه، خصنا ضروري يبقاو نزيدو الماء طيب، لا في الحريره لا في الطعام لا في الشوربات. الماء يكون طايب. هادشي على عن التجربه، غادي تجربوه غادي تلقاو اختلاف في الطياب ديالكم. صافي غادي نديو دابا هادشي يطيب لنا، نردوها فوق العافيه، نخليوها تتغلى. وديك الساعه ان شاء الله وهي غادي نضيف هنايا زيت العود. نسيت ما ذكرتهاش، زيت البلديه ما ضفتهاش في الاول باش ما تحرقش معنا، ضفتها دابا في هذه المرحله باش تبقى محتفظه على الفوائد ديالها. وغادي نخليوها طيب هنا. وغندوزو لهاد بغيت نوريكم معايا هاد كنديرو مع دايما مع لي سوب ومع الحريره داك الخبز. الا كنتو عقلتوا عليه كنت صوت معكم ديك المره بالخميره البلديه وبالشعير والذره، والزرع. ودرت فيهم الزرع. هنا هادو كناخد ديك الخبيزات كنقسمهم على النص،
وكنقطعهم هكا هاد المثلثات، وكندهنهم بالزيت البلدية. عندنا هذا لو بان غريي أو الخبز المحمص كيجي مع الحريرة زوين. وكنديه نتوما تقدروا ديروه كيجي حتى بالباكيط، كتقطعوه دوائر ولا غير الخبز ديالكم العادي، وتتديوه للفران حتى كياخد داك اللون ديالو الذهبي. ومنين تنخرجوه مباشرة كنهزو واحد الضريس ديال الثومة، كنقيوه وكنحكو به كل مثلث كنحكوه بوحدو. هنا صافي راه الحمص ديالنا طاب وداك اللوز. دابا غندوزو ان شاء الله نديرو التدويره ديال الحريره. هنا عندي هنايا واحد القدر ديال 200 غرام يا 150 يا 200 غرام على حسب شحال درتو ديال الماء. انا راه عندي شو جيترو اونص تقريبا ديال، هي كانت 3 يطرو ولكن تبخرات دابا تقدر تولي 2 اونص. غادي نديرها مع شويه د الملح د الماء هاد الخميره البلديه، وغادي نطحنها ضروري، ما خصها تطحن في الضرب الكهربائي، لان انا فيها النخاله باش نصفيو هذاك النخاله باش ما الا درناها بالنخاله الحريره ديالنا ما غاديش تجي معلكه، غادي تجي بحال ما غاديش تكون متماسكه. لهذا ضروري خصنا ما نطحنوها وغادي نصفيوها. هانتوما غادي تشوفوا ديك الكميه ديال النخاله اللي فيها، ضروري داكشي باش قلت لكم ضروري هاد العمليه هادي نصفيوها في الصفايه. صافي غنضيفوا هاد الخميره ديالنا، غادي نصاوبوها نضيفوها في الحريره، وخصنا نخويو غير بشويه، ما نخويوهاش ما خصهاش تخوى في مره واحده. نخويو الخليط غير بالتدريج وكنحركو باش ما تلصقش معنا في القاع ديال الانيه. هاد الانيه راه كتعطي واحد المذاق رائع للحريره، وزيد عليها هاد الخميره البلديه. صراحه صراحه اللي ما داقش هاد الحريره بالخميره البلديه تقريبا راه ما عمرو ذاق الحريره. راه واحد المذاق مختلف على الحريره الاخرى اللي معتادين عليها، وما شاء الله ما كتضرش في الجهاز الهضمي. هنا صافي غادي نضيف ديك نزيد نضيف ديك المطيشه اللي خليت، لان ملي كنضيفوا الطحين كيتغير لنا اللون ديال الحريره، باش كنردوا لها داك اللون ديالها. وداك الربيع راني دقيته في المهراز باش كيزيد يعطينا الريحه ديالو كتجي مجهده. وكنضيفوه منين تنطفيو صافي. هنا راه طابت معنا الحريره ديالنا بالصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. راه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. الخميره البلديه والله ولو تصاوبوها غير على حسب هاد الحريره هادي، تجربوا غير مره واحده تشوفوا اللذه ديالها، تكتشفوا اللذه ديال الخميره البلديه كيفاش كتجي في الحريره. راه رائع. ولو ما ديروش فيها القوام بزاف والله الا كتجي ما شاء الله. انا بعدا المهم عندي احسن من الاخرى بواحد المهم 100% تقريبا. هنايا داك الخبز ديالنا راه وجد كيجي مزيان في المذاق منين تضاف ليه ديك الثومه. وهنايا غادي نوصلوا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الحريره ان شاء الله، باش في رمضان ان شاء الله تولي معتمده عليكم معتمده عندكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه الى فيديو قادم.